ومرحبا مشاهدي قناة مطبخي. مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم طحال معمر بالكفتة والكباتي. كيجيو صراحة لذاذين بزاف. نبداو على بركة الله. عندي هنايا الرز اللي سلقته من قبل يكون مسلوق مزيان، زلافة ما عمرش بزاف، بصلة كبيرة مشلضة او حكوها، زبور يابس مطحون، معلقة كبيرة ديال الكمون، الملحة، معلقة صغيرة ديال البزار، ما تكثرش من البزار، والهريسة. بالنسبة للحار اما ديروا الهريسة او الحار مطحون، بالنسبة للحار كيبقى اختياري. شوية ديال زيت الرومية، 3 ديال البيضات، والقزبور والمعدنوس، تقريبا نص زلافة. نبداو على بركة الله. اول حاجة غادي نوضعوا الكفتة، الرز، البصلة، الربيع، الشحمة، غادي نخلطوا جميع المكونات مزيان. بالنسبه للحشوه من بعد ما جمعناها كما كتشوفوا الطحال عندنا كبيره بزاف، حليته من الداخل على هذا الشكل. ودابا غادي نبدا نعمر. طيحه من بعد ما عمرنا، خيطنا ليه الجهه منين عمرنا، ودابا غادي ندهنوه بالزيت الروميه، وغادي نحاولوا اننا نتقبوه بالبره باش ما يطرطقش لينا. ودابا غادي نلويوه بورق ديال الطبخ والالومنيوم وندخلوه الفران يطيب. من بعد ما لوينا الطيحان في الورق ديال الطبخ والالومنيوم، دابا غادي ندخلو الفران اللي شعلت عليه من الفوق ومن التحت. بالنسبه للطياب ديال الطيحان غادي نشعلو الفران من الفوق ومن التحت على درجه 200 درجه. ندخلو الفران ونطلقوه من بعد ما وجد لينا. الطحان ديالنا من بعد ما طاب تقريبا ساعتين ديال الطياب، حمرناه من الفوق ومن التحت. دابا غادي نخليه حتى يبرد، عاد ديك الساعه غادي نقطعوه. الطيحان ديالنا من بعد ما وجد كما كتشوفوا قطعناه، كنخليوه حتى كيبرد شويه عاد كنقطعوه باش كيتجمع لينا الحشوه اللي من داخل. كنتمنى ينال اعجابكم. ما تنساوش تابوناو في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد، والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.
السلامة.